الحمد لله حمدا لك اللهم دوما أقولها في العسر قبل اليسر والإيثار وعلى النبي الهاشمي مصليا صمتي دائما وجهاري. نحمدك يا ربنا بالمنطق واليقين، ونعوذ بك اللهم في كل وقت وحين أن تيسر لنا أمورنا وأن ترزقنا فأنت خير الرازقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، سبحانه بهرت عظمته عقول العارفين، وظهرت آلاؤه لنواظر المتأملين. له مقاليد السماوات والأرض، وبيده الرفع والخفض والقبض والبسط، يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا محمدا رسول الله، طبا للقلوب ودوائها، وعافية للأبدان وشفائها، ونورا للأبصار وضيائها، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، وسيدا لكل مولود على ظهر الوجود. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا رحمة مهداة، نور أضاء فبدد الظلماء، والكون أصبح باسما وضاء. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصفا. أتت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو ماء البحار جميعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب في وصف أحمد ما اكتفى. يكفيه لقيا في سماوات علا، وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن أنوار الحبيب محمد لن تخسفا. بالله يا متلذذين بذكره صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد، فيا أخوة الإيمان والإسلام، لقد استمعنا واستمتعنا
بما تلاه علينا قارئنا الفاضل زاده الله وقواه، وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم أن يلقى الله. آيات بينات نزلت ممن خلق الأرض ورفع السماوات، حملها جبريل الأمين ونزل بها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغها للعالمين. وحقيقة والله فإن كل آية قرأها القارئ، بل كل كلمة قرأها القارئ، بل كل حرف في الكلمة قالها القارئ أكرمه الله لتحمل من المعاني أجلها ومن الصفات أنبلها، ولتدلنا في النهاية على أن هذا الكلام لا يأتي إلا ممن خلق الأرض ورفع السماوات وهو الله. تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب وهم أرباب الفصاحة وأرباب البيان وأصحاب الكلمة أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فلم يأتوا بمثل القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لما تحداهم بمجيئهم من القرآن ففشلوا، فتحداهم بعشر صور من القرآن فلم يأتوا بعشر صور من القرآن. تحداهم بصورة واحدة فلم يأت العرب أصحاب البلاغة والفصاحة على أن يأتوا بصورة واحدة مثل كلمات القرآن. وصدق من قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. استعرض القارئ أكرمه الله قصة سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. وحقيقة والله فإن إعجاز الله رب العالمين وقدرته تتجلى في عيسى وأمه قبل أن يخلق عيسى. فإن طلاقة قدرة الله رب العالمين أن يخلق إنسانا بدون أب وأم، ويخلق امرأة بدون أم، ويخلق طفلا بدون أب. خلق الله رب العالمين الإنسان بدون أب وأم وهو آدم عليه السلام. خلقه الله رب العالمين بدون أب وبدون أم، ونفخ فيه من روحه فكان آدم بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. خلقه الله رب العالمين وأمر الملائكة أن تسجد لآدم إكراما لبني آدم، فإن كرموا أنفسهم بعقلهم فقد أكرمهم الله رب العالمين. ثم خلق امرأة بدون أم وهي حواء، خلقها الله رب العالمين من ضلع آدم بدون حمل وبدون وضع وبدون رضاعة، بل خلقها الله رب العالمين امرأة كاملة الأركان لمنتهى تدليلا على منتهى قدرة القادر جل في علاه. وجاء إلى عيسى ابن مريم فقد خلقه بدون أب حتى تنتمي وتتكامل القدرة الإلهية. وانظر إلى قصة مريم التي جاءت في القرآن العظيم وسماها الله رب العالمين بصورة عظيمة وهي صورة مريم، عندما قال الله رب العالمين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. لما جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، كيف وأنها امرأة صالحة مؤمنة عارفة بالله تلد طفلا بدون أب. الكل يقول لها يا أخت هارون
ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، أشارت إلى الصغير، فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله رب العالمين وهو طفلا صغيرا بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. أنطقه الله رب العالمين وهو في المهد ليدافع عن أمه وشرفها، فيقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا وشقيا. انظر إلى الطفل الصغير عيسى بن مريم، يكبر الصغير ويأتي ويلبيه الله رب العالمين وينقيه ويجعله نبيا، ويصل إلى أن يكلم الحواريين أصحاب عيسى بن مريم ليؤمنوا به، فآمنوا به، ولكنهم قالوا يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء كما قرأ القارئ؟ يا عيسى أأنت تدعي النبوة وتدعي الرسالة وتقول بأنك مرسل من الله؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء نأكل منها ونطمئن بأنك نبي مرسل من الله؟ قال عيسى بن مريم أولم تصدقوني؟ قالوا أنزل علينا المائدة ونصدقك. فنادى عيسى على المولى تبارك وتعالى، فأنزل الله رب العالمين لهم مائدة من السماء لتكون لهم عيدا لأولهم وآخرهم. فلما أنزل الله المائدة من السماء وأكلوا منها إلا أنهم رجعوا واتهموه بالكذب واتهموه بأنه ليس بنبي، وهذا دأب المفسدين في الأرض، إذا جاءت أمامهم الحجة الواضحة أنكروها. مشوا وراء عيسى ابن مريم عليه السلام، ثم نادى الله رب العالمين عليه يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال الله رب العالمين لعيسى قال معاذ الله، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العزيز الحكيم الكريم. مشى عيسى مع قومه بالإحسان والحسنى، إلا أنهم آذوه وعذبوه ومشوا وراءه ليقتلوه ويصلبوه، وقال الله رب العالمين وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. كانوا 10 من الرجال يمشون وراء عيسى ليقتلوه، فشبه الله رب العالمين منهم واحدا فصلبوه وقتلوه، وبعدما قتلوه ندموا وما زالوا إلى الآن يقدسون الصليب وينسون بأن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات وخاتمة الأنبياء. وفي آخر الزمان ينزل عيسى ابن مريم من السماء ويكسر الصليب ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي قصة عيسى ابن مريم التي سردها القارئ أكرمه الله، والتي نأخذ منها بأن الله رب العالمين قادر وغالب على أمره، وأن حبل الله هو الحبل المتين، وأنك طريق الله هو الطريق القويم المستقيم. إن مشيت وراء الله واتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فزت بالدارين في الدنيا وفي الآخرة، وإن مشيت وراء نفسك وأطماعك وشهواتك والدنيا وما فيها فقد خسرت في الدارين. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن قدوتك رسول الله، عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس بالكفاف والعفاف. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا في قومه منشرا ومنتشرا رسالته، حتى وأن السفهاء أغروه، فمرة أغنوه بالمال ومرة أغنوه بالملك،
فجاءوا إلى عمه وقالوا له إن كان ابن أخيك يريد مالا أعطيناه، وإن كان يريد سيادة سيدناه، وإن كان يريد ملكا ملكناه. فإذ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعمه والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا. عليك أخ الإيمان والإسلام أن تعلم بأنك إن كنت لا ترى الله فإن الله يراك، واعلم بأن لك لقاء مع الله، فأحسن لقاء الله في الدنيا يحسن الله رب العالمين لك اللقاء يوم أن تلقاه. واعلم بأن لك ميزانا مع الله، فزن عملك في الدنيا قبل أن يوزن عليك يوم أن تلقى الله. واعلم بأن لك حسابا مع الله، فحاسب نفسك في الدنيا قبل أن يحاسبك الله. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب ليس يمحيه إلا كما قيل السخاء. وقبل أن أغادر المقام أتوجه إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنته، وأن يأجرنا فيها خيرا، وأن يلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله.